السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن how to get dataset. ده أكتر سؤال الناس بتسألنا عليه على صفحتنا على الفيسبوك. ازاي ان احنا نلاقي dataset أو يعني بيانات نحملها من أنهي مصدر عشان نقدر نطبق عليها اللي بنتعلمه في تحليل البيانات وكل ما يتعلق يعني بالداتا analytics. فأول حاجة هرشحها لكم هي كاجل. كاجل هي منصة الناس يعني اي حد بيعمل عليها account for free، وبيكون بالنسبة له بقى هو بورتفوليو ليه لشغله وللبراكتس اللي هو بيعمله. كل الداتا اناليست والداتا ساينتست بيستخدموا الويب سايت، هو الاشهر يعني على مستوى العالم. الويب سايت بيكون فور فري. بعد ما بتعمل اكونت بيكون متاح ليك فيتشرز كتير. اول حاجه واهمها هي الداتا سيت. لو دخلنا كده على الداتا سيت بيبقى عندك كل انواع الداتا سيت تقدر تحملها. الداتا سيت كمان بتكون ليها كاتيجوري، كل كاتيجوري بيمثل طبيعة بيانات معينة. في كاتيجوريز بتكون ادفانسد بيستخدموها في كمبيوتر ساينس، في الكلاسيفيكيشن، في ال NLP والحاجات اللي ليها علاقة بالماشين ليرنينج. وفي كاتيجوري بيكون عشان الشخص يعرف يبراكتس او يعمل براكتسنج اللي هو بيتعلمه في تحليل البيانات، تطبيقات العمل. يعني يبقى عايز خلاص هو اتعلم ازاي يعمل تحليل بيانات واتعلم statistic وغيره، فازاي بقى يعرف يطبق عملي على اللي هو اتعلمه. فمثلا لو خدنا category education، هو category education هو عبارة عن داتا سيت ليها علاقة يعني بأنواع بيانات، بس بتكون أو بيانات عن مواضيع بتكون يعني سهلة على أي شخص هيبدأ لأول مرة، فالموضوع ما بيبقاش صعب على أي حد مثلا هياخدها هيحمل البيانات عشان يطبق عليها. يعني مثلا عندنا داتا زي ال student performance. دي داتا الهدف منها ان انت في داتابيز عن طلبة، فانت هتحللها عشان تعرف تقيم اداء الطلبة، هل هو جيد او او يعني اداؤه ضعيف ولا لا. وده هيبقى على اساس مجموعة كولومز، الكولومز اللي هتكون موجودة في الداتا سيت، اللي من خلالها هتقدر تقول هو اداؤه بيكون كويس عند مرحلة معينة واداء الطلبة بيكون ضعيف عند مرحلة معينة. الجميل في الداتابيز، سوري، الداتا سيت اللي بتكون موجودة في كاجل، ان كل داتا سيت موجودة عندك بيبقى في سيكشن الداتا كارد هنا معلومات عن الداتا، الاباوت عنها، فتعرف الداتا دي بتتكلم عن ايه. طبيعي كداتا اناليست ممكن تتعرض لبيانات تكون اول مرة تشوفها، عن مواضيع اول مرة تسمع عنها او اول مرة تجربها، فلازم تقرا كويس عن الداتا دي تعرف هي عبارة عن ايه، عشان بعد كده لما تبقى داتا اناليست في اي مجال في اي شركة هتتعرض انك تتعامل مع داتا انت لأول مرة تسمع عنها او لأول مرة تعرف ايه التوبيك بتاعها. فلازم تبقى عارف ان انت يبقى عندك فكرة انك تعرف الداتا دايما بتتكلم عن ايه. فلو انت شغال في شركة بتقعد مع الاقسام اللي ليها علاقة بالداتا دي، لو قسم الماركتينج او سيلز او سبلاي تشين او غيره او اتش ار، ف... فهو بيديك ان انت لازم تبقى عارف اصلا كل مرة بتتعامل مع داتا لازم تبقى عارف هي بتتكلم عن ايه. فده شيء هو بيعودك عليه. بعد ما بتقرا بريف عن الداتا بتبدأ تعرف محتوى الجدول، الجداول اللي بتبقى موجودة. يعني مثلا ده جدول عن ال student information، في ال ID بتاع ال student، ال demography details وال study habits. داتا عن ال parents. هنيجي هنا ننزل تحت بعد ما نعدي كل ده هنبدأ نشوف الداتا سيت بقى ايه نفسها. يعني مثلا ده ال academic performance، فهنا في بيانات عن الطلبة، عن الأعمار بتاعتهم، الجندر وغيره. مثلا كولوم زي parental education، ده بيتكلم عن مستوى تعليم الآباء لكل الطلبة. فلو هتلاحظوا هتلاقوه عبارة عن أرقام 2 1 3، فاحنا كده مش هنبقى فاهمين ده بيتكلم عن ايه، في حاجة 0 وفي 4، فاحنا مش فاهمين كده ايه المعلومة اللي موجودة في كل ريكورد أو في كل صف في العمود اللي هو parental education. طيب لو جينا طلعنا فوق هنلاقي هنا من ضمن المعلومات اللي هو قايلها لنا في الديتيلز، بيقول لنا ان البرانتال educational ده مستوى تعليم اداء مستوى تعليم الاباء نفسهم، وان هو معمول بكودد بالطريقه دي، يعني صفر يعني نن، هو مش متعلم، الاهالي الطلبه دول مش متعلمين.
واحد هم تعليمهم هاي سكول، اتنين ده تعليمهم في الكليات، تلاتة هو بقى هم حاصلين على بكالوريوس، أربعة تعليم ادفانسد. فهو هنا حول البيانات المعلومات دي الى ارقام. ليه؟ لان انت لما تيجي تتعامل مع الداتا دي بعد ما تحللها، تيجي تطبق موديل مثلا زي اللينير ريجريشن، المعروف عن الموديل ده ان هو بيتعامل مع انتجر داتا. انتجر داتا يعني ارقام، او نيوميريكال داتا في العموم، انتجر او فلوت، بس هو في الحالتين هو بيتعامل مع ارقام مش بيتعامل مع تكست. فلو احنا حطينا المعلومات دي كتكست، ان احنا نقول نان او هاي سكول بكالوريوس او غيره، هو مش هيفهمه، فمش هيعرف يبني لك تنبؤ باستخدام كولوم التعليم الاداء. فالحل ان انت بتحول كل الكاتيجوريكال، كل التكست داتا لنيوميريكال داتا، سواء انتجر او غيره. فعشان كده هو مجهز لك الداتا سيت جاهزه بالمعلومه دي، ان هو عملها لك اوريدي كودد يعني هو حولها لك لارقام. لو انت اصلا بقى اللي شغال بايدك على بروجكت ويكون الداتا فيه عباره عن تكست، وهتعمل قدام حاجه زي اللينير ريجريشن، انت لوحدك هتلاقي نفسك انك مضطر تخليهم ليبلد، او ان انت تخليهم بشكل ارقام او بصيغه ارقام. يعني ما علينا، دي مرحله ادفانسد. ولكن حبيت ان انا اوضحها لكم هو ليه ظاهرها بارقام، مش ظاهرها بالصوره الحقيقيه بتاعتها انها تبقى تكست. مثال تاني مثلا، كان في مثال له علاقة بالجندر. هنا مثلا الجندر، هو الجندر هنا هيحطها بمعلومة انها 01 01 يعني 0 لو هو الطالب ميل، او 1 لو هي فيميل. المهم انت بعد ما بتقرا كل التفاصيل دي عن الداتا وخلاص بتفهمها او تعرف هي بتتكلم عن ايه، بتبدأ تعمل لها داونلود من هنا. طيب في اختيار اسمه نوت بوك. نوت بوك يعني ايه؟ يعني ان انت لو انت هتشتغل على الداتا دي بايثون، باستخدام البايثون، فانت هتستخدم نوت بوك مثلا زي جيبتر نوت بوك. فبدل ما انت ما تستخدمه على جيبتر نوت بوك عندك على الجهاز، فانت ممكن تدخل على تكريت نوت بوك هنا وتشتغل جوه كاجل وتكتب الكود بتاعك. طيب امثله على ايه؟ هنا عندنا في السكشن الكود، في ناس دخلت على الداتا دي، الداتا سيت اللي هي student performance data set، وفتحت نوت بوك واشتغلت وعملت الشغل بتاعها. فدي ميزه كويسه جدا. ليه؟ لان انت لو هتشتغل على الداتا سيت دي ولا نفسك مش عارف هتبدا منين، محتار، حتى لو انت خلاص اتعلمت ازاي تعمل اناليسيس، بس كاول مره موضوع عامل لك توتر، انت ممكن تدخل تشوف هم عملوا ايه عشان تعرف انت منين هتبدا. فمثلا هو في حد هنا مثلا عمل student performance، عمل EDA. EDA يعني exploratory data analysis، يعني ده حد عمل استكشاف بس للداتا، عمل تحليل عشان بس يستكشف الداتا ويفهمها ويعمل visualization، فيفهم العلاقات بين الكولومز ويفهم ايه الكولوم اللي اثر فعلا على اداء الطلبه من الكولوم اللي ايه ما اثرش. في حد مثلا حسن الموضوع جدا وبدا يدخل جوه حاجه اسمها نيورال نتورك وبدا يعمل ماشين ليرنينج. في هنا حد هو زي ما قلنا عمل بريدكتور. يعني ايه؟ يعني هو حب يشوف بقى طيب الكولومز دي هي اللي اثرت على ادائهم في ان يجيبوا درجات عاليه او ان يجيبوا درجات قليله، عوامل كتير. فهيبدا ياخد العوامل دي ويبني عليها موديل يتنبأ بعد كده لما ادخله درجات طلبه جداد ودخله العوامل زي العوامل اللي موجوده، يقول لي دول كده هيجيبوا درجه كويسه ولا لا. يعني انا كده هدخله بس المعلومات الأساسية، مش هدخله الدرجات، سوري. فهو هيتنبأ بأن احتمال الجريد بتاعهم أو تقديرهم يبقى عامل ازاي. فاحنا مثلا لو فتحنا أي حاجة من دول، دي النوت بوك اللي هو فتحها. يعني هو لما عمل نيو نوت بوك زي اللي كانت موجودة عندنا هنا، فين كانت دي اللي هنا، فهو برضو لما عمل نيو نوت بوك ظهر له المكتبات الاساسيه اللي يشتغل بيها في البايثون، وظهر له الداتا سيت اللي هو هيشتغل عليها، وهيبدا يعمل الاي دي اي عشان يستكشف الداتا ويشوف ايه اللي فيها محتاج كليننج وايه اللي ميسنج وايه اللي محتاج انه يتشال. وبعد كده بيعمل الاناليسيس بتاعته عشان يفهم الريليشن بين الكولومز ببعضها، ويقدر يقول ايه اللي كان فعلا بيأثر على تقدير الطلبه. فزي ما قلت لكم دي بتكون ميزه كويسه جدا، ان انت اصلا اي داتا سيت هتحملها من هنا ان انت تستكشف ايه اللي بيحصل فيها. الناس هنا لما جيت تستكشف يعني تحللها عملت ايه، وايه الطريقه اللي بدأت بيها، ومن هنا يبدأ يجي لك فكره ان انت تبقى عارف يعني زي تغذيه كده عقليه، يعني ان انت تبقى عارف انت لما تيجي تشتغل ممكن تبدأ ازاي، لو في كود واقف معاك تقدر تستعين بيه.
من مميزات كاجل برضو ان هو فيه كوميونتي، فانت تقدر ان انت تشوف الناس كانت بتسأل في ايه وتتعلم من اسئلتهم والاجابات اللي بيقولوها، وممكن تسألهم انت كمان. طيب، فده كده كاجل بالنسبة ان انت تقدر تحمل منه داتا سيت، او ان او ان انت تقدر تتعلم برضو منه. يعني خلينا نتكلم في فيديو مخصوص لكاجل ديتيلز في الفيتشرز الكتير اللي هو بيقدمها، زي ان انت ممكن تتعلم من عليه البايثون والسيكوال وغيره. هو مش بتبقى فيديوز بس، هو بيديك تعليمات وبيبدأ ان هو يخليك يديك اسئلة وتحاول تطبق عليها، فبيكون مميز جدا يعني في طريقة تعليمه. غير كده برضو كاجل لما مستواك يتحسن اكتر وتتمرن اكتر في شغل البروجكت والتطبيق على الداتا اناليسيس، تقدر تدخل على كومبيتيشنز، المسابقات. في مسابقات فيها مدفوعة، وفي مسابقات بتكون لمجرد بس ان انتوا تنافسوا بعض عشان تحسنوا النولج بتاعتكم، او السكيلز، الاناليتيك سكيلز والتكنيكال سكيلز. طيب، ايه تاني حاجة برضو ممكن ارشحها لكم وانا يعني استفدت برضو منها؟ هي مافن اناليتكس. منصة مافن اناليتكس هي منصة بتقدم في الاساس كورسز، كل كورسز ليها علاقة بالداتا ساينس والداتا اناليتكس. في منها كورسز فري، وفي كورسز ادفانسد بتكون بيد. لما بتعمل اكونت على كاجل بيكون في داشبورد كده ظاهره لك، الليرنينج داشبورد. الداشبورد اللي انت فيها بتتعلم، بيتسجل فيها كل البروجرس بتاعك في الكورسز اللي بتتعلمها، سواء مدفوعة او الفري. لو في كورس خلصته ممكن تاخد عليه بادجز، او تكسب يعني تاخد بيدج، يعني ان انت بادجز ان انت يعني ايه ذاكرت اكسل او ذاكرت باور بي اي او هكذا. طيب، انت خدت عليه كورسز مثلا ومستواك بقى في التعلم الكورسز بيزيد، مثلا ان انت ايه على طول الليرنينج كيرف بيزيد، انك بتاخد كورسز وحاجات او بتذاكر بشكل مستمر، بتاخد certifications. في حاجة بقى اللي هو كاجل بيوفرها، اللي هي اللي احنا عايزينها النهاردة، هي الداتا بلاي جراوند. الداتا بلاي جراوند هي برضو مجموعة داتا سيت بيوفرها، وبيديك برضو انفورميشن عنها. يعني مثلا داتا سيت زي دي كافي ريبورتس، هو بيقولك بيديك شوية معلومات ان الفايل اللي انت هتحمله هيكون CSV، ان هو بيتكلم الداتا اغلبها بتتكلم عن البيزنس والتايم سيريز، تحليلات الوقت. يعني مثلا هو هيديك ترند مثلا للكافيه مثلا، والحاجات الاوفرز اللي هو كان بيعملها على مدار فترة معينة، فانت تحلل بقى ايه اللي بيحصل خلال الفترات دي. بيقولك ان هو هيبقى فيه اكتر من جدول، عدد الريكوردز قد ايه، عدد الفايلات، الداتا دي ابديتد لغاية امتى. تقدر بقى تعمل داونلود للداتا، وممكن تعمل بريفيو كده تشوف ايه الداتا بتتكلم عن ايه، ادي كل جدول فيها بيتكلم عن ايه. بعد ما تعمل داونلود الداتا هتنزلك على الجهاز وتقدر على طول تحملها. طيب، لو انا ضغطت كده على اسم الداتا هيطلع لي طبعا المعلومات عن الداتا. في حاجة تانية برضو كاجل بتوفرها، ان هي بتوفر ريورد تشالنج. ريورد تشالنج يعني هي انت مثلا في الداتا دي مثلا هتحملها، والداتا دي ليها ديو ديت، ان انت لو اشتغلت على الداتا وعملت لها تحليل معين، وعملت لها تحليلات وعرضتها عملت لها داتا فيجواليزيشن مثلا على الباور بي اي، وعملت شير للبروجكت بتاعك على لينكد ان، وعملت لمافن اناليتكس منشن وحطيت الهاشتاج بتاعهم، تقدر تدخل على كومبيتيشن ان انت تكسب مثلا ممبرشيب على الموقع. يتفتح لك كورسز يعني اللي هي البيت، بس تتفتح لك فور فري. فانتوا اقروا التفاصيل الخاصة بالتشالنج دي، كتير جدا بيخشوا عليها وبينزلوا شغلهم على لينكد ان من يعني جميع انحاء العالم. وفي الاخر مافن بتعمل منشن للشخص اللي كسب الممبرشيب في الاخر، ده حسب طبعا الديو ديت، ان هو سلم قبل الديو ديت، وان البروجكت فعلا عمله بشكل بروفيشنال، او ان هو فعلا طلع valuable insights، مش حاجة يعني اي اناليسيس وخلاص، او شغل زي ما بيقولوا يعني شغل كروته يعني، لا. فبس ده كده اللي كان موجود على مافن. طيب، انا لو عايزه اخد داتا سيت من هنا اشتغل عليها، بس انا لسه مش عارفه انا هبدا منين، ممكن مخشش على الداتا بلاي جراوند على طول وادخل على جايدد بروجكت. جايدد بروجكت هو بيعمل ايه؟ برضو فاتح لك مجموعه داتا سيت، بس هي تقريبا بتكون حاجات محدوده، مش بنفس العدد الموجود على الداتا بلاي جراوند. بس الميزه ان هو موفر لك مجموعه اسئله هتجاوب عليها، فتعرف انت هتعمل ايه يعني كتحليل، كانه هو اللي بيقولك انت هتعمل ايه بالظبط، بس انت بتدخل تنفذ خطوات. فده بيعلمك ان انت
تفكر هو فعلا لما هتبدأ في اي داتا لأول مرة انت فعلا هتعمل ايه. فهو كأنه بيوجهك يعني. فمثلا بروجكت زي ده، خلينا ندخل نشوفه من جوه. هو عبارة عن مراحل هتعملها، وفي الآخر بعد ما تخلص يبقى انت كده خلصت البروجكت وبقيت فاهمه. فأول حاجة بيديك بريف كده، فيديو كده بيشرح لك فيه ايه اللي هيحصل، ايه الداتا بتتكلم عن ايه، وايه الاسسمنت التاسك المطلوبة منك، واحنا عايزين اصلا ننفذ ايه من البروجكت ده. بعد كده بتحمل الداتا، وبعد ما بتكون عرفت المعلومات عنها، وبتبدأ هنا بقى تجاوب على كل سؤال هو بيسألك عليه. زي هنا مثلا هو عايز يعرف لو هتدخل على المنيو ايتمز تيبل، جدول اللي هو اللي عليه الأصناف اللي في المنيو. طب هو المنيو فيه كام صنف؟ فده سؤال انت هتدخل تطبقه مثلا على السيكوال. لو البروجكت ده تقريبا يعني الافضل يبقى سيكوال عشان هتربط جداول كتير ببعض. فانت هتدخل هتعمل كويري فعلا يعدلك عدد الايتمز اللي موجودة في جدول المنيو. وقف معاك ومبقتش عارف انت المفروض كنت هتعمل ايه، فشو هنت هنا بتقولك ايه اللي هيحصل عشان تعرف تجاوب على السؤال ده. وفي الاخر بعد ما بتخلص تعمل تشيك ليست على كل حاجة، بتعمل واتش سوليوشن عشان تدخل يشغلك فيديو وبيوريك هو الخطوات دي ازاي كان هيكتبها ككويري سيكوال كويري، وانت تقارنها بالسيكوال كويري اللي انت كتبته. وبكده تعرف انت قدرت تطبق الاسئلة دي على السيكوال ولا لا. بتجاوب بقى على objective 1 و objective 2 و 3 و 4 لغاية ما ايه توصل للobjective الأخير وتعمل submit. بعد كده انت كده هتبقى خلصت البروجكت، لان انت اوريدي طبقته اصلا عندك على السيكوال، وطلعت الداتا منه، وعملت لها بعد كده داتا فيجواليزيشن على الباور بي اي عشان تبريزنت ايه الحاجات اللي انت طلعت بيها من البروجكت، ايه المعلومات اللي انت طلعت بيها من تحليلك للداتا من خلال السيكوال. طيب كده انت البروجكت خلصته، عايز بقى تستفيد من البروجكت ده ويبقى ليك بورتفوليو في الشغل اللي انت عملته ده، عشان لو حبيت تتقدم في اي وظايف الناس تقدر تشوفها ويعرفوا ان انت فعلا بتعرف تطبق عملي، او انت فعلا عندك السكيل اللي علاقة بالاناليسز التكنيكال سكيلز. فهنا ممكن من مافن تعمل نفسك بورتفوليو زي ده كده مثلا. هنا بيبان البروجرس بتاعك. بتقدر تحط بريف عنك كده يبقى ظاهر هنا كده في البورتفوليو. تقدر ان انت تعمل اد بروجكت. لما هتعمل اد بروجكت هتضيف بقى البروجكت اللي انت اشتغلت عليه. يعني مثلا خلينا نقول فيو بيج. انا هنا مثلا خلصت البروجكت بعد ما عملته باستخدام الاس كيو ال والاكسل، طلعته على الباور بي اي وبنيت داتا فيجواليزيشن تبريزنت انا ايه اللي انا فهمته من الداتا، وخلاص كأنها كده خلاص بقت داشبورد. لو انا فعلا عاملاها للريستوران حقيقي، هو هيعرف يقيس البرفورمانس الخاص بالمطعم بتاعه بشكل مستمر من خلالها. وخليت الداشبورد امبيدد اللي هي في الباور بي اي امبيدد بالبروجكت هنا، وده فيتشر هو بيوفرها لك بحيث ان انت متضطرش تدي نسخة الباور بي اي لحد. هو خلاص هي يقدر يتشيك يعني لو اتش ار او سوري او حد تكنيكال مانجر عايز يشوف البورتفوليو الخاص بيك، فانت لما هتديله اللينك مش مضطر تبعت له فايل الباور بي اي، هو هيدخل من اللينك يقرا كل حاجة عن البروجكت بتاعك. وبعد كده هيبقى ظاهر قدامه الداشبورد انتراكتيف متفاعلة يعني. يقدر بقى هو يعمل لها تيست ويشوف انت فعلا عملت ايه، واللي انت عملته ده مثلا valuable بيضيف فعلا معلومة ولا لا. والسمري طبعا بتعمله عن البروجكت، ايه البروجكت كان بيتكلم عن ايه، وانت ايه الحاجات اللي طلعت بيها، الفايندنجز او المعلومات اللي انت طلعت بيها من تحليلك للداتا بتاعت المطعم مثلا. وبتحط نسخ من الكويري والصور، ويبقى انت كده عملت بورتفوليو من الشغل اللي انت اشتغلته. ما يبقاش بس مجرد شغل عملته وخلاص. مثلا هتبقى حاجة كويسة انك اتمرنت، ولكن الافضل ان انت تطلعه كبورتفوليو الناس تشوفه. وتقدر تاخد الشير لينك وتعمله شير على لينكد ان او على اي منصة، وتاخد اللينك تحطه في السي في، يبقى موجود في السي في عشان اي حد يشوف السي في يبقى ابليكابل ان هو يكليك على اللينك ويدخل يشوف البروجكتس بتاعتك. فده كده كان افضل حاجتين يعني اعمل لهم ريكومنديشن لتطبيقات يعني لتحليل البيانات كبروجكت، مافن وكاجل.
تقدروا تجيبوا منهم داتا بسهولة، وتقدروا تشتغلوا عليها وتحللوها، ويبقوا برضو المنصتين دول هما بورتفوليو ليكم في الاخر. كمان الكويس ان انتوا تقدروا تشوفوا نماذج لناس تانية اشتغلت زيكم في الموضوع ده فتستفيدوا من طريقة. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. شكرا.